البطولة رح تلعب بقطر بالملاعب المونديالية، ورح تبتدي يوم 12 يناير يعني الجمعة القادم، واخر مباراة بتكون فيها يوم 10 فبراير. هاي النسخة رح تكون النسخة رقم 18 للبطولة. اخر فريق حقق اللقب كان المنتخب القطري، واخر وصيف كان الساموراي المنتخب الياباني اللي هو اكثر منتخب حقق اللقب 4 مرات. نظام اللعب 24 منتخب بيتقسموا على 6 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 منتخبات بيتأهل منها اول وثاني، وافضل 4 منتخبات حصلوا على المركز الثالث ليكتمل دور 16. من اصل 24 منتخب 10 منتخبات عربية رح تشارك بهي النسخة، يلي هن سوريا، العراق، السعودية، قطر، لبنان، والاردن، وفلسطين، وعمان، والبحرين، والامارات. ابرز المنتخبات المرشحة لتحقيق اللقب من وجهة نظري عربيا السعودية، قطر، وفينا نقول منتخب اسود الرافدين، واكيد المرشح الاول هو المنتخب الياباني، وفي المنتخب الكوري الجنوبي، والمنتخب الايراني. بالتوفيق لمنتخباتنا العربية ال10، وان شاء الله اللقب بيكون عام.